السلام عليكم البنات الفنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اموركم تكون طيبه. الفيديو ديال اليوم غادي تكون فيه واحد الطلبيه الاسبوع، ولكن اخترت منها انني نوريكم هاد الصابلي هذا، طريقتي في التزيين، كيفاش كنوجد لوز كونكاسي في الدار، كيفاش كندير التعليكه ديال الكراميل اللي كتجي فنه خطيره كتعجب الكليان واي واحد ذاقها. يلا وخليكم معايا. هنايا عندي عجنه ديال هاد الشكل هذا، وكل حاجه من هاد الشكيلات هادو درت منها عجنه. ما عدا هاد الغريبه المشقه كنت درت منها 2 عجنات باش تخرج العدد السيده. عجنه من هاد صابلي بيرسوناليزي اولا ديال السبوع كيف ما كتشوفوا، ولكن قررت انني نوجد معكم هاد الصابلي هذا اللي بتعليكه الكراميل واللوز كونكاسي باش تكون استفاده بالنسبه للمبتدئات ولا العيالات اللي باغيين يوجدوا كل شيء في الدار، ما يشريو حتى شي حاجه من برا. ما عدا المقادير، هنا كندير واحد 250 غرام ديال الزبده مع قبيصه الملحه، 200 غرام ديال السكر سنيده. المهم اقل شيء هو 150 حتى 200، المهم اولا كاس ديال العنبه حتى ل2 كيسان. المهم انا درت هنا 200 غرام ديال السكر سنيده، شويه د الملحه، فانيا، وكنعرك هذا الشيء مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كتخلي هذيك الزبده فيها حتى كيدخل زعما سنيده في داك الزبده. عاد كندير الزيت كيف ما غادي تشوفوه هنا. هذه هي الطريقه ديالي في الصابري دائما بهذا التتابع، زعما ما كنصبغش البيض عاد الزيت، لا كاين اللي كيدير. المهم اللي لقى شي عجنه وعجباتو يتوكل على الله، ما فيها حتى شي مشكل. ولكن انا كنضمن لكم هذه راها معتمده تقريبا عند بزاف د الناس. صافي هنا عندي القصعه كبيره، فانا بغيت نعجن معكم، ما بغيتش دابا مؤخرا وليت كندير غير في العجانه اولا في داك الهاشوار. دغيا صراحه في الصيف واخا كنعجنها بيدي، ولكن ملي كيبدا يبرد الحال كنبدا نستعمل شي حوايج اللي ما يخليونيش انني ندير واحد المجهود بزاف في العجينه. صافي دخلت الزيت، عاد كنجيب 2 بيضات وتنبقى ندخلهم في العجينه بحال هكا. بغيتو تنسمو بالحليب المجفف ولا بالبخاليني ولا اي حاجه نتوما في هاد الامور. هاد البيض يمكن لكم تبداو ديروا الاضافات ديال التنسيمات ديالكم. انا غادي ندير الكراميل، لاغوم ديال الكراميل. انا الا ما كانش عندي الكراميل غالبا كنستعمل الناطه، بعض المرات كندمج ما بين الناطه والكراميل. فانا عندي هاد 2 ديال النكهات مفضلين. هنا درت في الاخر واحد الجليكوز معلقه، وصافي كنبدا ندير الفورس ديال الحلويات اولا الدقيق الخاص بالحلويات. غالبا كتدخل 900 اولا 800، المهم على حساب نتوما الفورس ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. دائما كنقول لكم نزلوا حتى كون كيلو في هذه العجنه هذه ديال الفورس، صافي بقاو كتخبيو شويه بشويه. صافي هنايا راها وجدات، غادي نخليها ترتاح في الثلاجه. بما العجينه ديالنا كترتاح انا كنمشي نوجد داكشي اللي غنحتاج في الزواق اولا التزيين. عندي هنايا رابعه ديال اللوز سلقتها عادي، كنسخن الماء حتى كيغلى وكندير فيه اللوز شويه، كطلع واحد شويه ديال 2 د المرات داك الغليه. صافي كنحيدو كنبقى كنفسخو اولا كنقيه وكنمسحو اولا كنغسلو بعض المرات الا شفتو موسخ ولا فيه التراب كنغسلو. صافي وكنمسحو وكنجيبو في الهاشوار وكنهاشيه بحال هكا. انا هنايا واخا هشيتو ما غربلتوش، يعني ما خليتش الرقيق بوحدو والغليظ بوحدو، لان هذا الشكل هذا انا كنخليه هكا كيجي ملي كنزوقو كيجي داك شي كبير شي صغير تعطيه حتى هو منظر. صافي من هنايا كنحط هذاك اللوز كونكاسي في الفران على عافيه مهيله، كنشعل عليه مره كنبقى نديه ونجيبو هكا بشي معلقه ديال الخشب. وفي نفس الوقت يعني كلشي كنديروه في دقه باش ما كنتعطلوش. كنجيب واحد الكاس ديال العسل كنديرو فوق البوطه كيغلى، وكندير له 10 ديال المربعات الشكلاط كالا. بغيتو ديروا اكثر ديروا. هانتوما كتشوفوا هنا كيرجع
كنرجع للخليط كندير المذاق د الكراميل. كانت عندكم باط كراميل حتى هي ولا كراميل نيسلي ضيفوا شي معلقه. بعض المرات ملي كيكون متوفر راني كنديرو. هانتوما كتشوفوا اللون د الكراميل وساهل بلا ما تبقاو تذوبوا سنيده المهم بزاف ديال التمشغيلات. اللهم هذا خفان زربان. شوفوا البنات بالنسبه للتعليكه ديال العسل اولا التلصيقه ديال العسل راها كتزلق، يعني الا ما درتوش الكليكوز بحال اللي درت راه غتبقى تسيح لكم وحتى الحلوه غتشربها لكم ما تبقاش باينه. اللهم ديروا 2 معالق كبار ديال الكليكوز في هاد المقادير هذه. هانتوما شوفوا راها سائله دايره بحال العصير، ولكن غتشوفوا معايا ملي غتبات، لان هاد الشيء صراحه عجنت العجينه طيبتها وجدت عليكا وجدت اللوز كونكاسي ولا غدا في الصباح صافي بقى لي غير الفينيسيون. نط في الصباح ما خدا كاع الا تعطلتي كاع وكانت يدك ثقيله راكي غتديري نص ساعه. هانتوما هنا وجدت التعليكه وجدت الكونكاسي. وفي هاد الوقيته هذه كتكون العجينه ارتاحت، خدمتها في نهارها صافي طلقتها وبديت كنطبع الشكيلات اللي محتاجه. هنا السيده كان عندها اسبوع وقالت لي على الاقل تخرج لك العجنه 100 حبه، وفي اعلان داك الشيء اللي خرجات لي. وراكم كتعرفوا هذا الشكل هذا راه مضوبل، يعني كديريه رقيق باش كيخرج لك داك 100 حبه. راكي الا درتي 100 حبه وحده فوق وحده يعني 200 حبه. ها نتوما غادي تشوفوا هنا كنبدا نطلق هاد الشكيلات. هي اختارتهم انا ما دخلت لهاش في الشكيلات ديالها. في اغلبيه الاحيان انت كتعطي الموديلات والكليانه كتختاروا. انا مؤخرا وليت كنقول للكليانه اختاري انت شكيلاتك كيف ما بغيتيهم، شفتيهم شهيتيهم. دابا راكم عارفين الفيسبوك الانستغرام اليوتيوب كنقول لها غير سكريني وصيفطي، واخا ما يكونش عندي نمشي نشريه ونصاوبولك. راكم عارفين الطوابع كل ما خديتيهم راهم كيبقاو عندك وكلشي كيصلح وكلشي كتخدمي به وما فايتينش واحد 5 دراهم. واخا كيكون جديد الا كان جديد راه ما يفوتلكش 10 دراهم. فلهذا دائما الا جاكم شي شكل جديد ما تردوهش، سيروا قلبوا عليه وشريوه. صافي هنايا خدات عرفتوا هذا الشكل هذا راه قديم وخرج، وكان هذا الطابع من الطوابع الواله اللي خرجوا. هذا ديال الحديد كانوا مازال البلاستيك وهو عندي صراحه. هذا خديته لماما كان عندها قبل ما نبدا ندير الحلوه وخديته وبديت كنخدم به. شوف شحال المده هذه ومازال الناس كيطلبوا شي شكالات ما كيموتوش. راه كيبقى جالس هذا الطابع وتيجي اللي تيبغيه. هانتوما كتشوفوا دابا بحال شكل العوينه. نصيحه بالنسبه للمبتدئات حتى اللي ما غينتبهش لهاد المساله هذه، مثلا ملي تكونوا طيبوا اللي مسدود بوحدو في لاطاب بوحديتها، وهذاك اللي كتكون فيه التقبه في الوسط هو طيبوه في لاطاب بوحديتو باش ما كيتحرقوا لكمش، حيت اللي مثقوب كيطيب قبل الاخر اللي ما فيهش التقبه في الوسط. هنايا كتشوفوا هنايا دايره واحد التاج ديال بيرسوناليزي وموجده حتى هاد لي بابيون كنوجدهم بالليل. هذاك هو الكونكاسي اللي وجدت، راني حيدت منه شي شويه زعما ماشي هذيك هي الكميه. وانتم كتشوفوا التعليكه يا سلام، شفتوا كي دايره كتهبط ثقيله. وهذا هو الصابلي، ما كنخليهش صفر وما كنجيبوش محمر بزاف لانه غادي يتفينا هذا ما يبقاش باين. ولكن انا كنفضل الصابلي اللي غادي يكون واضح زعما هكا باين فيه الصابلي. حمروه مزيان وحتى المذاق كل ما تحمر كيجي بنين. هانتوما كتشوفوا شوفوا البنات ملي تكون عندكم بحال هكا الفينيسيون بقاو توجدوا هذا الوجه هو الاول، جبدوا كاع هذوك اللي فيهم تقبه في الوسط كلهم وجدوهم وحطوهم في شي طبسيل طويل هكا ودوزوهم. بقاو ديروا لهم التعليكه وفندوهم في هذاك اللوز كونكاسي، ومن بعد دوزوا لهم لي بابيون كاملين وعاد بقاو تشدوا. انا هنايا غير كنوريكم كيفاش غادي نزوق. انا في هذه القناه ديالي معتمده انني كنعطي نصائح للمبتدئات ولا العيالات ربات البيوت وحتى الناس اللي باغيين يديروا هذا الدومين هذا. صافي هنا كندير التعليكه. انا كنخدم يدي لان يدي هي اللي كنحس بالكميه فيها وكنعرف شحال خصني نزيد وشحال خصني نقص. ها نتوما شفتوا
صافي كنسد. في حاله ما نطو في الصباح لقيتو داك التعليكه راه شربت، فقط هزو بالمعلقه صغيره وبقاو تحطوا داك التعليكه في الوسط، وهي غترجع زعما مقببه وباينه. لصقوا هاد لي بابيون اولا هاد لي موتيف هادو ديال لا باتا سكر، بقاو تلصقوهم بالغليكوز. انا هنا كنوريكم راني كنلصقهم بالغليكوز، وهادو هما شكيلات جاو راقيين، جاو فنين. داك اللوز كتصوبيه على يديك تيجي محمر حسن ديال الزنقه، كتقتصدي فيه تيشيط لك. التعليكه كتجي زوينه هذه ديال العسل وبنينه. وكيف ما كتشوفوا كانت هذه العجنه، راه العجنه جابت هذا الطبسيل هذا اللي كبير كله عامر، غير انا اللي وجد لي بغيت نصور دغيا ونوريكم. بالنسبه للعجنه خرجتها 130 درهم مفينيه باللوز كيف ما كتشوفوا، او بالنسبه للكيلو 80 درهم تيخرج. وهذا مكان، خليوا لي لايك ديالكم، خليوا لي تعاليقكم، ما تبخلوش عليا. وهنايا فقط لقطات، راه باين هذا الشكل هذا، غير كتطلقي لا باتا سكر وكتطبعي السميه وتلصقي، وكذلك زعما نفس الصاب اللي استعملت، نفس العجنه، فقط كيبقى الطويبعات ساهلين. كتطبعي داك لابوسيت وداك الحصان وكديري البيرسوناليزي الاخر. ولا بغيتو نشاركوا معكم بارطاجيو قناتي الفيديو ديالي. الى اللقاء.